السلام عليكم. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. علق لاعب النصر والمنتخب السعودي سلطان الغنامي عقب فوز الأخضر على عمان بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023. وكتب الغنام عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس قائلا: الحمد لله على توفيقه. الخطوة الأولى اكتملت. ألف مبروك انتصار الصقور الخضر. قال عبد الرحمن غريب لاعب المنتخب الوطني: إن مباراة عمان التي جرت أمس الثلاثاء ستكون مفتاح الفوز بلقب كأس آسيا 2023 بعد هذا الفوز المثير بنتيجة 2-1. وقال غريب في تصريحات متلفزة عبر قناة ACC: الحمد لله على الفوز. اللاعبون تعهدوا بتحقيق النقاط الثلاث بين الشوطين. نحن على قلب رجل واحد، والفوز بهذا السيناريو سيكون مفتاح البطولة، مؤكدا أن أول مباراة دائما تكون صعبة، لكن اللقب سيكون لنا في النهاية. وعن اللحظات الدرامية التي عاشها اللاعبون قبل احتساب هدف علي البليهي، علق غريب: اللاعبون الذين كانوا خارج الملعب يقولون إن اللعبة هدف، والحكم يقول لا، كان هناك ارتباك، لكن في النهاية احتسب الهدف. غرد الإعلامي الرياضي فهد الرقي عن لاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن غريب بعد تألقه أمام عمان وإحرازه هدف. وكتب الرقي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: ما هو غريب على غريب التألق، نقطة التحول في المباراة. علق الإعلامي الرياضي علي الزهراني على هدف لاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن غريب في مرمى عمان. وكتب الزهراني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: الله عليك يا غريب، هدف ببصمة الكبار.